السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة معايا، واللي راح تكون وصفة كامل نحبوها في رمضان. خبز الدار بطريقة سهلة غير بسميت وناجحة في نفس الوقت. بالكاس اللي كامل عندنا منه في الدار راح ندير 2 كيسان ونص سميد يكون رطب، ومن الأحسن يكون نوعية جيدة. أنا لهنا راني نخدم بسميد رطب تاع ماما. راح نزيد معاهم مغرف كبيرة سكر، مغرف كبيرة خميرة الخبز، ونص مغرف تاع الملح. خلطت النواشف ومن بعد زدت عليهم ربع كاس زيت وبياض حبة بيض، وكملت بكاس ملي كان دافي طميت به العجينة. ولهنا إذا كان السميد جديد عليكم ماشي مولفين تخدموا به، الكاس تاع الماء ديروه غير بالعقل حتى تتلايم العجينة، لأنه لا كانت النوعية تاعو ما تشربش راح يديلكم أقل من كاس. بعد ما طميتها هكا راح يكون القوام تاعها ماشي طرية بزاف وماشي يابسة بزاف. غطيتها وخليتها تخمر حتى ضاعف الحجم تاعها. جبتها وبديت ندلك فيها 5 دقايق أو أقل حتى ولات لي رطبة كما راكم تشوفوا فيها. من بعد جبت ربع كاس حليب لي كان دافي ثاني، بديت نزيدو ليها غير بالعقل في نفس الوقت راني ندلك فيها. هو القوام اللي راح نتحصل عليه بعد ما نكمل هذاك الحليب. راح تكون بزاف طريه وممتون تتلاصق. درت شويه زيت في يديا باش ما تلصقليش وحطيتها في سنيوه حتى هي كنت دهنتها بالزيت. من بعد جبت المقص قسمت لها الاطراف على 4 ومن بعد على 8 بلا ما نوصل للوسط غير باش نتحصل على شكل الورده. من بعد بسطتها بيدي كما راكم تشوفوا، ما ديروهاش خشينه بزاف. غطيتها وخليتها تخمر للمره الثانيه. ولهنا بعد ما خمرت مليح كما راكم تشوفوا، جبت صفار البيض اللي نحيته من الحبه اللي درتها في العجينه، دهنت به السطح غير بالعقل بلا ما نكسر لها الخميره. من بعد جبت شويه سانوج زدته لها من الفوق، واللي حب يديرو داخل العجينه يزيدوا مع النواشف في الاول، انا لهنا نسيته. وهذه هي الخبزة. بعد ما كملتها دخلتها طيب في الفوق اللي كان سخون مليح من قبل. طيبتها من تحت ومن بعد شعلت لها من الفوق باش نتحصل على هذا اللون الشباب. وهذه هي النتيجة. انا راح نقسمها وهي سخونة، وانتم من الاحسن خلوها تبرد. راح يجي بزاف خفيف مع انه غير بالسميد وما يتدلكش بزاف، يعني غير قيس ما دخلت له هذيك الكمية تاع الحليب. نتمنى تجربوا الوصفة وتنال اعجابكم. وهكا وصلنا لنهاية الفيديو. استنوني في وصفة جديدة ان شاء الله. ما تنسوش ديروا اشتراك وتخلوا لي لايك.